من أجمل الأكلات المصرية هي العجة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وطعم خطير كالعادة. أول حاجة معايا بصل مفروم، هدبله في مادة دهنية، هنزل عليه بمعلقة فلفل أخضر مفرومة، وهنا جزراية مبشورة، هقلبهم مع بعض، وهنزل بمعلقة توم مفروم، معلقة صغيرة مش كتير، واخلي البصل يغير لونه. هنزل بهريسة شطة لو انت حابة، والبهارات معايا هنزل بكمون وملح وسكر، رشة سكر صغيرة وكزبرة ناشفة ورشة بهارات لحمة. والبصل يغير لونه خالص كده هنزل بالطماطم المعصورة، وأول ما تتسبك نص تسبيكة هنزل ببصل بطاطساية مبشورة، مش بنزل بيها في الأول عشان ما تعجنش معايا. وأول الطماطم ما تتسبك بالشكل ده بركنها تبرد، بجيب البيض بقى بنزل عليه بالفلفل الأسود، وكمان رشة بيكنج باودر، وهنا نعناع ناشف بنزل بيه وبضرب كده بالمضرب او بالشوكة او بمضرب يدوي زي ما انت حابة لحد ما يوصل للقوام ده. هنا عندي كزبرة خضرة مقطعة، دي اساسية بنزل بيها على الخليط بعد ما برد، لازم الخليط يكون بارد عشان البيض. وبعد كده بنزل بالبيض واقلبه بقى كويس، بخلط الخليط كله مع بعضه كده. وبعد ما يمتزج بالشكل ده اكون محضرة بقى صينية مدهونة زيت، وبنزل بيه كده في الصينية وبسويه عشان كله يبقى سوا واحد. وبدخلها بقى الفرن على درجة 180 في الرف الأوسط، تاخد لون من تحت، بقيد لها الشواية تاخد لون بسيط من فوق.